يتحكم لا عاد. بس ممكن ان يتدخل بقرار اليوم، وهذا هذا اللي صار بالجلسه. الاثنين ما مرروا. ائتلاف دولة القانون ولا راح يمر السيد قاسم عطا بعد العيد؟ لا يقولون لا يمر. هاي النقطة الثانية. الإعمار والتنمية يقولون ما راح يمر بعد العيد السيد قاسم يعني ما اعتقد، مع كل احتراماتي، خلي يلملمون اوراقهم ونحن معاهم. اليوم الاوراق مبعثرة عندهم الان، والطاولة انقسمت الى 3 طاولات بالإعمار والتنمية. طبعا الى 3 طاولات. اتحدث لك الطاولة التي هي الان معترضة على الاسلوب اللي يتحكم به محمد الشياع بقضية 25 نقطة لوزارة النفط، وهذا حق الشركاء. يعني ما خلى لهم شيء، هو دخل ب 51 هم نوابه شركاء ومتحالفين. عندما يأتي اليوم إقرار أن تكون 51 هي يتحكم بها رئيس الائتلاف ولا يعطي حقية للبقية، هذا ما يكون به ظلم للخروج من وبالتالي هم خرجوا. طبعا أنا أتحدث لك وعندي لحد العصر تقريبا، يعني مساء، لربما يعني ربما أكو بعد العيد انسحابات ايضا بعد بالاعمار نعم والتنمية؟ نعم نواب. كيف لها هاي لانه اكو قطار قادم. حينضمون لدولة القانون؟ لا القطار مو هو قطار جزء منه راح يكونون دولة القانون طبعا. أي. قطار كبير اللي هو جدا. هذا نسميه تحالف الاقوياء صح؟ يعني بالضبط. يعني لحد الان انا وصلت لي قبل يومين 3 الى وصلوا الى 11 نائب هم مقربين يعني على الكتل، ولا تستبعدين يعني